طقس غدا السبت 21/12/2024. أمطار بعدة مناطق وصقيع على المزروعات. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن السحب المتوسطة لا زالت مستمرة على بعض المناطق. وقالت الأرصاد في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المتابعة المستمرة لحالة الطقس وآخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة على مناطق سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، وقد يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق. أما في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري فمن المتوقع أن تتلاشى فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة مع تحسن في الأحوال الجوية بشكل عام. كما تشهد البلاد أيضا أجواء باردة نسبيا خلال النهار بسبب تكون السحب التي تعيق وصول أشعة الشمس بشكل كامل، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. وتسود أجواء شديدة البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق المفتوحة. وسيظل الطقس مستقرا في بعض المناطق خلال النهار، ولكن يظل التحذير من البرودة الشديدة ليلا قائما على معظم أنحاء البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك إشعار بفيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم.